the captain, number 1, numéro 1, Abada. Numéro 2, number 2, Keroum. Numéro 3, number 3, Adagli. Numéro 4, number 4, Zouhair. Numéro 5, number 5, Oubahri. Numéro 6, number 6, El Kajli. Numéro 7, number 7, Souhail. Numéro 8, number 8, El Bidouri. Numéro 9, number 9, Brice. Numéro 10, number 10, Zahraoui. Numéro 11, number 11, El Abbasi. Numéro 12, number 12, Manal. L'entraîneur, le coach, Gilberto Da Costa. Et maintenant, l'équipe de France. And now, the team of France. Le capitaine d'équipe, le captain, numéro 7, number 7, Jérémy Vasquez. Numéro 1, number 1, Salazar. Numéro 3, number 3, Ousmane. Numéro 4, number 4, Artufel. Numéro 5, number 5, Fayos. مشاهدينا الفاضل، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. تحيه رياضيه لكم اينما كنتم. نتابع الان مشاهدينا الافاضل دخول عناصر كلا الفريقين الى ارضيه التنافس برسم اخر مقابله مبرمجه برسم كاس الدار البيضاء لكره القدم الشاطئيه. مقابله تجمع بين المنتخبين المغربي ونظيره الفرنسي. الفريق الفائز سيتوج بكأس هذه التظاهرة الرياضية. نستمع الآن إلى النشيد الوطني لدولة فرنسا. نتحول الآن إلى النشيد الوطني للمملكة المغربية. شعار الله الوطن الملك. نستهل هذه المباراة بين المنتخبين المغربي والفرنسي. يرافقنا السيد نبيل مستاد، لاعب دولي السابق في كرة القدم الشاطئية ومدرب الفئات الصغرى. سي نبيل مستاد، مرحبا بك معنا على قناة الرياضية. مرحبا بك اخ عبد العالي نجيح، ومرحبا بالطاقم التقني والمشاهدين الكرام. المنتخب نستعرض تشكيلة كلا الفريقين. المنتخب المغربي يخوض هذه المقابلة بالتشكيلة التالية من العناصر التالية: الحكم الأول من دولة البرتغال سيرجيو فيليبي غوميز سواريز. من المغرب فرنسا تدخل هذه المقابلة بالتشكيلة التالية: سالازار، سامي، ارتوفيل، انطوني كونس. باش نفوزوا بهذا الدوري هذا ان شاء الله. الواجهة القوية، التصويب، دائما الكرة مصلحة العناصر الوطنية. كرة عند اللاعب اباغلي، إعادة الكرة نحو الحارس ابادا. حارس ابادا والتقدم بها الكرة والتسديد. تسديدة اعتلت بقليل، والدفاع يتدخل بشكل ممتاز عن طريق اللاعب زهير. خروج الحارس، حذري من الاخطاء، حذري ثم حذري من الاخطاء. هدف. اذا الهدف الاول فريق المنتخب الوطني المغربي يعني كنقصوا شويه ديال التركيز. نشاهد اعاده هذا الهدف والمسجل اللاعب جيريمي عميد الفريق. هدف مبكر ما خصوش ياثر على معنويات العناصر الوطنيه، ولكن ما خصوش يتجه باقي الوقت، انما ما خصناش نصيدوا في حالات الكواريات. فرصه تسديده ممتازه للاعب دريس في الصوره. العناصر الوطنيه، التوزيعه والرأسيه والمتابعه. المنتخب الوطني المغربي يضغط. ضربة مقص، ضربة مقص جميلة. نشاهد الإعادة، عملية رفع الكرة والضربة. يركز الآن، يستعد لتنفيذ ضربة خطأ. ضربة خطأ، التسديد، جول! هدف جميل للبيدوري، هدف التعادل. البيدوري في الزاوية 90، تسديدة لا تصد ولا ترد. هذه التسديدة هدف التعادل. البيدوري. نشاهد الإعادة، إعادة هذا الهدف الجميل سي نبيل. هدف جميل رائع، يستحق الإعادة لأكثر من مرة وتفاعل الجماهير. عميد الفريق جيريمي، فرصة لمصلحة عناصر الوطنية.
عن طريق اللاعب أوبري الذي يسدد كرام. تقدم الحارس أبادا الذي يوزع الكرة، التسديد، جول جول، هدف جميل للهدف الثاني، جول لمصلحة العناصر الوطني الهدف الثاني. إذا 2-1. لكن التسديده ديال البيدوري اللي سجل الهدف الاول، تسديدة البيدوري واللاعب أوباري كان في المتابعة. خير العناصر الوطني والتسديد والعارضة، فرصة الهدف الثاني تضيع. اينما العارضه كانت غير محظوظ المنتخب الوطني المغربي. تتماس نحو الحارس أبادا، كرة أمامية، ضربة مقاس، جول. يا سلام يا سلام، هدف جميل، هدف رائع للاعب دريس لمصلحة عناصر الوطنية. الشوط الاول من المقابله يعني باقي. هدف جميل، ضربة مقاس، الكرة تمر. هدف جميل صراحه، تمر وسط بين رجلي اللاعب الحارس، بين أرجل المنتخب الفرنسي، والتسديد والدفاع بشكل جيد. ضربة خطأ، التسديد فوق الإطار، اعتلت المرمى. تماس تنفيذ العباسي، حذر من الأخطاء، الهجوم المضاد. الهدف الثاني، الهدف الثاني. ماشي مشكل. المنتخب الفرنسي عن طريق المنتخب الفرنسي يقلص الفارق. لكن احنا ثقتنا في المنتخب ديالنا ثقه كبيره ان شاء الله. هدف اخر، التصويب كانت نحو المرمى، تجبد الرجلين، التوزيعه الصوبه، قريشلي على الطائر الاستقبال والتسديد. يا سلام كره يا جميله، سلام، هذه التسديده لولا جميله العارضه. القريشلي شهد التوزيعه واستقبال على الطائر والعارضه. قدم الحارس أبادا، التصويب والرأسية، وحاول من سلازار يحصل على الكرة، تلعب بشكل سريع جدا، ضربة مقاس كانت خطيرة. تألق الحارس أبادا يتقدم، التسديد، تسديدة قوية لأبادا، والحارس سلازار في المكان المناسب. شاهد كيف تقدم وكيف صوب، اختار المكان والزاوية المناسبة. في واحد خط تصاعدي، التوزيع والرأسية، هدف رأسية جميلة، رأسية جميلة، جول، والمسجل قريشلي. الهدف الرابع، الهدف الرابع لمصلحة المنتخب الوطني المغربي. هدف جميل جدا، نشاهد الزاوية والرأسية، والكرة تستقر في الشباك. إذا 4-2 لمصلحة العناصر الوطنية، حتى طريقة تنفيذ الركنية كانت رائعة. حارس سلازار من جديد، فارق هدفين، حذاري حذاري، التسديد وتقليص الفارق. هدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب، الفارق 4-3. شاهد كيف استقبل وكيف سدد. إذن 4 أهداف مقابل 3 أهداف. هذا لاعب ممتاز. التسديد كانت محاولة خطيرة، لكن الحارس منار. التسديد محاولة خطيرة، واخا عن المراوغة. دائما كرة مصلحة عناصر الوطني. تسديد الحارس سلازار فقط عند عناصر المنتخب الفرنسي. التسديد والعارضة كانت محاولة خطيرة نحو كونستون مرة أخرى. اللاعبين المغاربة كيضغطوا على اللاعبين الفرنسيين. التسديد، هدف التعادل، هدف التعادل مشاهدينا الكرام، مسجل اللاعب كونستون. إذا نتيجة المقابلة تتغير، نشاهد إعادة هدف التعادل. العناصر الوطنية وهجوم من الجهة اليسرى، التوزيع والاستقبال، هدف جول، هدف جميل، رأسية جميلة في الشباك، رأسية جميلة للاعب الزهراوي. الزهراوي يسجل الهدف الخامس، تمريرة رائعة بطبيعة الحال. 5-4
الزهراوي. شاهد الإعادة الركسية الممتازة أوبيري وهزم الحارس سلازار. 5 أهداف مقابل 4 أهداف. نحافظوا على هذا خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. بطبيعة الحال. المنتخب الوطني المغربي وهجوم آخر. فرصة تضيع فرصة الهدف السادس. أعصاب مشدودة هذه اللحظات. كانت محاولة سريعة لعناصر المنتخب الفرنسي. يعني يكون تسجيلات يعني غادي نلعبوا الكرة خارج أرضية الملعب. التماس وجب الدفاع في هذه اللحظات والوقت ينتهي. مشاهدينا الكرام نهاية الوقت الخاص بالجولة الثالثة والمباراة والنتيجة فوز المنتخب الوطني المغربي ب5 أهداف مقابل 4 أهداف. فوز مستحق للعناصر الوطنية. استئنابيل مستاد. العناصر الوطنية تستحق صراحة الفوز نتيجة وأداء. مباراة كبيرة المستوى. الحمد لله على 100 نقطة اللي غادي تخلينا الحمد لله على 100 نقطة. الحمد لله على الفوز بكأس هذا التظاهرة الرياضية. المنتخب الوطني المغربي يحصل على العلامة الكاملة. Ladies and gentlemen, سينيوراتي سينيوريز، سيداتي سادتي، الفائز بهذا الدوري المنتخب الوطني المغربي الفائز بكأس الدار البيضاء لكرة القدم الشاطئية. حصل على العلامة الكاملة. 3 مباريات و3 انتصارات. العناصر الوطني فازت على بلجيكا ب9 أهداف مقابل هدفين. فازت على تنزانيا ب4 أهداف دون رد. وفي المقابلة الثالثة والأخيرة فازت العناصر الوطنية على المنتخب الفرنسي ب5 أهداف مقابل 4 أهداف. ألف مبروك هنيئا للعناصر الوطنية. We are the champions تحت أنغام الأغنية الشهيرة لكوين. تسلم الكأس كأساته التظاهرة الرياضية. عميد الفريق أبادا يتسلم الكأس. فرحة مستحقة للعناصر الوطنية بعد الفوز بكأسة التظاهرة الرياضية. مشاهدينا الأفاضل إلى هنا نصل إلى ختام تغطيتنا لفعاليات كأس الدار البيضاء لكرة القدم الشاطئية هنا بمنطقة عين دياب بمدينة الدار البيضاء. الشكر موصول للزملاء التقنيين.